بعد غياب 32 عاما عن منصات التتويج، الفتوة بطلا للدوري السوري الممتاز بكرة القدم. الفريق الغائب الحاضر عن أرض دير الزور شاهدته جماهيره عبر الشاشات في الصالة الرياضية وفي المقاهي التي امتلأت شيبا وشبابا وأطفالا لتشجيع فريقهم الذي لعب مباراته أمام فريق المجد في دمشق ضمن الجولة الأخيرة للدوري. مع تقدم نادي الفتوة في نتيجة المباراة، استعد الجمهور للاحتفال باللقب بانتظار صافرة الحكم التي أعلنت نهاية اللقاء بفوز الفتوة على المجد ب4 أهداف مقابل هدف، ليخرج أبناء دير الزور إلى الشوارع فرحين بهذا الانتصار. من 30 سنة ما فرحنا، وهالبلد تستاهل أن تفرح. الفرحة بلد وفرحة الجمهور، وأنا الدمعة بعيني فرح على الجمهور اللي فقد 33 سنة من البطولات، والحمد لله النجمة الثالثة لهالبلد. فتوة إن شاء الله ألف مبروك إسحاق الديري. الدوري بعد غياب 30 سنة والحمد لله رب العالمين. شيء فرحة الناس شلون، الحمد لله رب العالمين. هاي فرحة دير الزور، والله ينظف القلوب كلياتها. نبارك لجماهير دير الزور هذا الفوز اللي احنا من زمان نستناه. ألف مبروك لدير الزور وأهل دير الزور، وألف مبروك للنادي، والفتوة أبطال ويستحقون الفوز. أكثر من 10 سنوات ونادي الفتوة يلعب مبارياته خارج أرضه، وأكثر من 10 سنوات وأبناء دير الزور يتجرعون مرارة الحرب لتغمرهم اليوم فرحة عارمة بتتويج ناديهم الذي يعد بالنسبة لأهل المحافظة رمزا لا يقل أهمية عن رموزها المادية، يتوج بلقب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم.